محدود الدخل، حاجه كده قصر الروعه ما شاء الله اللهم بارك في منطقه رومل. شوفوا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا فيلا بحمام سباحه، حاجه كده على مساحه 1800 متر، حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك في منطقه باب البحر. تعالوا بس نوريكم بس ايه ده البسين بتاعها كده ان شاء الله اللهم بارك، حاجه كده للناس اللي هم هواة التميز. ومعانا ابو حنين، طبعا الفل ابو حنين. البحر طبعا هناك على البعد اهو اللي انتم شايفينه، ادي البحر اهو هناك اهو ما شاء الله اللهم بارك. الجمال ده ما شاء الله على ارتفاع الدور السابع، ده اللي هو يعتبر الروف اللي هي بتبص عليه. تمام ما شاء الله، مطلع خاص كده للبسين. ده الاسانسير، تمام، في 2 هنا و2 في المبنى الثاني. المكان ده منتجع دورة الفيروز، مقسوم على 2 الدور 11 شقة. واحنا كده حاليا تعالوا نتفرج بس على ايه المكان عامل ازاي. اول ما نخش بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، الباب الكبير ده والباب الثاني ده هما الاثنين حاجة واحدة، لان هي واخدة بمساحة المكان كله. اول ما بتخش على شمالك ادي حمام، عدوا بقى الحمامات قد ايه ما شاء الله اللهم بارك. اول ما بتخش كده ده البهو الرئيسي، ده الريسبشن، مطبخ امريكاني، شغل ما شاء الله اللهم بارك. طبعا هي مش محطوط فيها اي فرش ولا اي حاجه. تمام، خليكم فاكرين بقى احنا ابتدينا بايه، لان احنا حاليا دلوقتي اهو ده البسين اللي احنا كنا لسه بنصور من عنده. تمام، وهنا ده الفيو بتاع المكان نفسه ما شاء الله اللهم بارك. ده منتجع دورة الفيروز، وده مكان البسين اللي هو اللي تحت. طبعا ده مش تبع الفيلا دي يعني. خلينا بس في الحاجات اللي بتاعت الفيلا اللي هنا ما شاء الله. طرقة اول ما تخش على شمالك فيها غرفة، والغرفة بتطل برضو على البسين اللي احنا كنا لسه مصورينه اللي هو اللي تحت. تمام، وادي الغرفة التانية، دي غرفة تانية وبرضو نفس الكلام بتطل على البسين تحت. انا بس مش عايز اضيع لكم وقت الفيديو ويبقى فيديو برضو مش طويل. ما شاء الله اللهم بارك. ده زي كورنر كده المطبخ. تمام، ودي الغرفة الماستر الكبيرة اللي فيها الحمام. ده الحمام اهو، فيه جاكوزي كده وحاجة كده ايه من الاخر يعني ما شاء الله اللهم بارك يعني. وده ابو حنين مش تبع الروف ان شاء الله. وده الحمام التاني ما شاء الله اللهم بارك. طبعا انا بره الحمام عشان كده بتكلم عادي. تمام، وادي ما شاء الله حاجه كده ايه ممتازه. تعالوا كده نخش. طبعا ده الباب اللي احنا دخلنا منه هناك، ده الباب التاني بقى اللي هو عند الاسانسير. انا عارف ان انتوا اكيد تهتوا بس يعني خليكم معايا. ده الحمام الرابع، برضو نظام جاكوزي شغل جميل، شغل عالي. ده زي ما انتم شايفين كده، مش عارف انا فتحت القعده ليه بس يعني حبيت يعني نوريكم المكان يعني ان شاء الله. وده برضو زي ريسبشن برضو، او ممكن تستخدمها غرفه براحتك بقى انت اللي هتاخدها عيش يعني ايه. وده الروف، والروف اللي هناك برضو ده تبع برضو الايه، طبعا برضو الوحدات اللي احنا اللي معانا يعني. تعالوا بقى تعالوا نشوف المكان ما شاء الله اللهم بارك. بقى المساحة الخارجية بعيدا عن المباني، مساحة الجزء الواحد 900 متر، الجزء الواحد اللي هو في العمارة 900 متر، 350 مباني يعني. احسب بقى الاتنين بقى بكام اللي هم المساحة الكلية يعني ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى لو يعني بقى ايه تقدر تستخدمها دي بقى في اللي انت عايزه ان شاء الله. عايز تعمل ملعب كورة دي حاجة ترجع لك ما شاء الله. مساحة كبيرة. وده علم الروم، ده شارع علم الروم. تعالوا نشوف باقي المكان ما شاء الله. ده البسين. طبعا انا عارف ان كده الفيديو طول وعدى بس الله المستعان. تعالوا نكمل مع بعض كده. ده اتجاهنا للبحر. دي مساحة الجزء التاني اللي احنا ما صورناهاش. ده كده السلالم اهو ما شاء الله.
ده البسين. تمام. بصوا بقى المساحة اللي هي التانية ما شاء الله، برضو حاجة ايه، صرح كبير طبعا لهواة التميز، للبيع. ده للبيع لهواة مين؟ هواة التميز. اللي عايز يعرف السعر يتواصل معايا على الواتساب، هنقول له جميع التفاصيل بتاعة المكان. ما شاء الله تبارك الله. كل دي مساحة خارجية اللهم بارك. انا بس حبيت ان انا اوري لكم. طب احنا فين موقعنا من البحر؟ موقعنا من البحر، البحر اهو هناك اهو، 5 نمرة بالظبط. ده شارع فتحي الغطاس. تمام كده اظن المساحة كلها بانت. وابو حنين اهو هناك اهو لسه بيكمل تصوير اهو في الجزئية دي. وده منتجع دورة الفيروز. ده الجزء اليمين وده الجزء الشمال. الجزء الشمال ده 900 متر 11 شقة معمولة على المساحة كلها. وده الجزء اليمين برضو 900 متر 11 شقة. وده كله المكان. وبكده هيكون الفيديو انتهى. وشوفوا بقى ايه رأيكم في المكان، واللي عايز يتواصل معايا. السلام عليكم.